بفرمان ناري من محمود الخطيب. عقوبة تاريخية ضد ثلاثي النادي الأهلي. صدق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توقيع العقوبة التاريخية على ثلاثي الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، وذلك بعدما بدر منهما في مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقرر الخطيب التصديق على قرار الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بتوقيع الغرامة المالية على الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات، وذلك بخصم 100,000 جنيه من قيمة عقد اللاعبين. واعترض عمرو السولية بعد استبداله على المدير الفني مارسيل كولر بطريقة غير لائقة، وذلك بعد خروجه من الملعب حيث قام بإلقاء الزجاجة على الأرض قبل جلوسه على مقاعد البدلاء. يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه حسين الشحات بإلقاء القميص بعد انتهاء المباراة، وذلك اعتراضا منه على عدم المشاركة في المباراة، حيث كان يتأهب الجميع للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي أقامها الفريق على مازيمبي وانتهاء المباراة